بربع كيلو من اللحمة المفرومة أو السجق. تعالى نعمل النهاردة صينية بطاطس حلوة جدا، سهلة وبسيطة جدا، مفيش ولا أبسط من كده. سهلة وبسيطة واقتصادية جدا. نعمل النهاردة صينية بطاطس في الفرن كده، سهلة وبسيطة وجديدة. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة على طول. قبل ما ابتدي الوصفة، أنا اسمي أميرة داود، دي القناة بتاعتي. لو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكم نقول كده بسم الله، وبجيب 5 أو 6 حبات كده من البطاطس يكون حجمهم متوسط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، على حسب الكمية اللي انت محتاجاها او الصينيه بتاعتك. ببتدي ان انا اقشرهم عندي بالمقشره واشطفهم كويس جدا، وبعد كده ببتدي ان انا اقطعهم شرايح كده تكون متوسطه زي ما انتوا شايفين كده. ده السمك اللي احنا محتاجينه. هخلص تقطيعه بطاطس كلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بحضر جنبي صينيه. انا جبت صينيه الفرن بتاعتي اللي هي موجوده في الفرن البوتاجاز، موجوده في كل بيت. ببتدي ان انا احضرها جنبي كده، واحضر معاها كمان ورقه من الزبده. اخلص تقطيع البطاطس كلها الاول، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الصينيه بتاعتي. دي الكميه اللي طلعت معايا. بعد كده ببتدي ان انا اجيب الصينيه بتاعتي وافرد فيها ورق زبده. ممكن تستغني عن خطوه ورقه الزبده خالص لو انت هتحتاجي ان انت تجيبي صينيه غير الصينيه دي، او صينيه غير صينيه الفرن. برشها رشه من الزيت، بس يستحسن لما تجيبي ورق زبده جيبي ورق زبده يكون ما بيلزقش فيه الاكل، عشان النوعيه دي ما كانتش كويسه معايا. ببتدي ان انا ارشها رشه من الزيت، وابتدي ان انا ارص البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل بطاطسايه تقريبا فوق التانية كده نصها يعني، تكون فوق التانية كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، جايه بميل كده. بعد كده، بعد ما بخلص رص البطاطس كلها بالشكل ده، ببتدي ان انا ارشها رشه من الملح، رشه من البابريكا، رشه من الزيت، رشه من الكمون، وادخلها عندي في الفرن لحد لما تستوي معايا البطاطس سوا كامل. عقبال ما تستوي معايا ببتدي ان انا احضر خلطه بقى اللحمه المفرومه او السجق. طاسه على النار فيها معلقتين من الزيت. ببتدي ان انا اقطع السجق بتاعي او اللحمه المفرومه بحطها فيها، واول ما بتاخد صدمه ببتدي ان انا اجيب بصلتين مفرومين واحط وابتدي ان انا احطهم فوق مفرومه عندي في الكبه، واحطهم فوق اللحمه المفرومه او السجق بالشكل ده. انا هنا استخدمت سجق. بعد كده ببتدي ان انا اجيب فلفل الوان، رشه من الملح، رشه من الكمون، رشه من الفلفل الاسود، رشه من البابريكا، وابتدي ان انا انزل بكوبايه من الصلصه كنت مسبكاها عندي. وابتدي ان انا انزل بنص كوبايه من الميه، وابتدي ان انا اسيب ال الخلطه دي او تعصيجه اللحمه او السجق بالشكل ده لحد لما تتعصج معايا او تسبك معايا، وابتدي ان تنشف الميه فيها او الصوص بتاعها يقل معايا بالشكل ده. البطاطس عندي استوت 100%. بعد كده، بعد ما التسبيكه بتاعتي او التسبيكه بتاعت اللحم السجق عندي تمام، بقيت تمام، ابتديت ان انا افردها بالشكل ده. ممكن تقدميها كده وتبتدي ان انت تغرفي بيه تغرفي منها كده، وممكن تلفيها رول بالشكل ده. انا لفيتها رول، بس للاسف كان ورق الزبده ما كانش معايا كويس. اهم حاجه لو انتوا هتعملوها بوصفه ان انتوا تلفوها في ورق زبده، تجيبوا ورق زبده يكون كويس جدا. وبعد كده بتبتدي ان انت تقطعيها بالشكل ده وبتقدميها. ممكن تاكليها بالعيش، ممكن تاكليها بحبه رز بالشعريه. بجد طعمها حلو جدا وسهله خالص وبسيطه، ما فيهاش اي افتكاسات، وبجد خطيره. جربوها واقتصاديه جدا، جربوها تعجبكم جدا. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم. هتوحش من الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.